رجعنا لكم تاني بعد هذا الفاصل، وفقره بصراحه انا يعني فرحان جدا انها موجوده معانا النهارده في صباحك عندنا، لان نموذج مشرف فعلا في الوقت اللي احنا فيه ده. البعض دايما بيبص على السلبيات، احنا خلينا النهارده نبص على ايجابيه رهيبه. مصر قدرت ان هي تحقق المركز الاول في بطوله سينا للبولينج. خلينا نتكلم عن رياضه البولينج كده بصفه عامه، وعن البطوله دي بصفه خاصه مع ضيوفنا الكرام اللي مشرفينا النهارده. طبعا معانا الدكتور احمد عفيفي، نائب رئيس اتحاد البولينج المصري. صباح الخير. اهلا بيك يا احمد بيه. منورنا. اهلا بيك. وبرضو البطل بقى، يعني ما نقدرش نقول عليك غير فعلا بطل رافع اسم مصر في بطولة دولية، الكابتن أيمن هاشم، الفائز بمركز الأول وميدالية ذهبية في بطولة سينا الدولية للبولينج. صباح الخير. صباح النور يا فندم، اهلا وسهلا بك. صباح الخير. هي لعبة حلوة قوي، وكمان الجمهور بيحب يلعبها عموما، يعني لأن يمكن مش محتاجة منه يعني الهاوي بيعرف يلعب برضو بولينج، ومش زي ما قال أحمد بس بنلعبها على الويلة، احنا ممكن نروح كمان ونلعبها على أرض الواقع. بس عايزين بقى قبل ما نتكلم في الرياضة الجميلة دي نتكلم الأول على بطولة سيناء، وعايزة أعرف أبعاد الموضوع ده إيه، بدايته كانت منين، مين الدول المشاركة معانا فيه؟ الحقيقة بطولة سينا الدولية للبولينج احنا كنا حريصين كاتحاد مصري للبولينج ان احنا ننظمها في هذا التوقيت لسببين أساسيين. السبب الأول الحقيقة ان احنا نشارك الشعب المصري وقواته المسلحة احتفالات عودة سينا الحبيبة لأرض الوطن. طبعا. الهدف الثاني الرئيسي لتنظيم البطولة مباشرة ان احنا في هذه المرحلة الانتقالية نساهم كاتحاد أهلي وطني في إثراء السياحة الرياضية بشكل أو بآخر في هذا التوقيت. هل البطولة حققت النتائج ولا لا؟ هقول لحضرتك ان البطولة شارك فيها 12 دولة عربية وأجنبية. هقول لحضرتك شارك أكتر من 100 لاعب ولاعبة من هذه البلاد. هقول لحضرتك ان لما يبقى في 100 لاعب يبقى في مدراء فنيين، يبقى في جاليات بتيجي من طبعا. المقيمه في مصر، يبقى في جماهير بتيجي ورا ابطال العالم اللي جم. يبقى الحقيقه البطوله حققت الهدفين الاستراتيجيين كاتحاد اللي احنا كنا حاطينهم، حققتهم الحقيقه. وكمان بتدي صوره ان مصر بلد امنه في الوقت الحالي، وان احنا بنقدر ننظم بطوله دوليه ونستضيف الناس ونبقى نحافظ على حياه الناس كمان. بس حضرتك تقدر تقول لي اتلعبت فين البطوله دي بالظبط؟ فين الفاسيلتيز او فين المنشآت اللي موجوده في سيناء اللي هي تقدر تستوعب الكم ده وتبقى الحارات دي موجوده في سيناء؟ انا برضو عايز اوضح لحضرتك ان البطوله اسمها بطوله سيناء، ولكن هي بتقام هنا في المركز الدولي للبولينج للقوات المسلحه. طب وليه سميناها بطوله سيناء بمدينه نصر؟ هو احنا الحقيقه كانت الفكره دي المسؤولين عن الاتحاد في هذا التوقيت كان يمكن اللواء حنفي رياض والاستاذ فاروق عيدي في هذا التوقيت. اول ما بدينا البولينج فكرنا ان احنا نعمل حاجه تيمنا بعوده سينا الارض. لكن عشان تنظم بطوله دوليه بهذا الحجم لابد ان يكون عندك مركز بولينج له مواصفات خاصه. يعني هو اسم شرفي فقط. بالظبط. اسم شرفي. طيب اروح لكابتن ايمن. كابتن ايمن، انت اساسا بتمسك الكره اللي هي وزن كام كده؟ 8 كيلو. 8 كيلو. تقل الكوره بيفرق في الهدف؟ اهم حاجه يبقى الهدف صح. اهم حاجه الرميه نفسها. الرميه صح. الرميه الصح، لكن الكوره تقلها او وزنها ما يفرقش. لا ما يفرقش. ما يفرقش خالص. طب على اساس ايه طيب بنغير بقى الاوزان؟ حسب ما تستحمل الايد اللاعب. ممكن العب بكره اقل، ممكن العب بكره اكتر. طيب احنا كنا نعرف ان بنشوف دايما في بعض البطولات بنحس ان الكوره اكنها هتطلع خلاص هتقع بره، وبعدين تقوم لفه ومرايحه ضربه في البنات. هل دي بتحتاج تكنيك معين اللي هي حكايه السبين دي اللي بتتعمل، ولا ارتكاز الكوره؟ حتى بيقول لك دلوقتي بيصنعوا الكوره بطريقه معينه ان حتى الارتكاز بتاعها ما يبقاش في النص، وانما يبقى في حته كده متطرفه بحيث ان الكوره تقدر تعمل ده. هو الاول بيرجع على حسب الكونديشن اللي على اللين. هل هيساعدك ان الكوره مثلا لو لعبتها من على بورد واحد وتقطم على بين 1 او تلعبها مثلا على بورد 10 وتقطم برده، فده حسب اللين حسب الكونديشن. في كونديشن شورت اللي هو مثلا تلعبها على الشمال خالص وتقطم مره واحده. في لا لازم تلعبها في النص. خلي بالك كابتن ايمن، انت بتكلم في بعض الناس من المشاهدين يعني مش عارفين يعني ايه بولينج اصلا، وفي ناس يعني بتلعب الكوره بايديها الاثنين. كانت الصوره على الشاشه دلوقتي، كانت صوره على الشاشه. بص حضرتك اللين ده بيتحط عليه كذا كونديشن. في كونديشن اللي هو الزيت يعني. ممكن العب كوره من على الشمال خالص وتقطم مره واحده في النص. ممكن العب كره في النص اللين صعب عليا، يعني لو لعبت على الطرف خالص الكوره مش ترجع. فبلعب مثلا من ربع اللين من بورد 10. انت اللي بتحط الزيت ولا هي بيجي متزيت؟
الاتحاد هو بيبقى مقرر ان الزيت بتاع البطوله مثلا رقم كذا، فبتحط رقم كذا على اللعيبه كلها. بس انت بتبقى عامل لنفسك تارجت، بيبقى فيه اسهم موجوده في نص اللين. ما ده بيساعد. هي دي اللي انت بتركز عليها. تمام كده صح. مظبوط. عشان تعرف اني كنت بلعب بس. ده انت لعيب انت جبت سكور كام؟ لعبت يوسف فلاح بطل البحرين وبطل العالم عامه. انا جبت 256 وهو جاب 197. 197 256، ده انت استرايكات بسم الله ما شاء الله يعني. طيب هل هو ده كان اصعب منافس ليك؟ هو عامه البطوله الاول كانت صعبه جدا. انا كان بيلعب معايا بطل العالم اسمه تماك وبطل اسيا وبطل العالم من تايلاند، وهو عامه الدول العربيه والاسيويه هم ابطال العالم. فكلهم كانوا مشتركين في البطوله دي. يعني مش اوروبا ولا امريكا لا. ولا في منهم ابطال، بس اكتريه ابطال العالم من دوله اسيا والعربيه، من اسيا ومن افريقيا. اكتر حد كان بينافسك مين كنت قلقان منه؟ لا هم كلهم، هو في اكتر مثلا من 100 لاعب عربي اقربهم لعب ليك انت خدت الميداليه الذهبيه. اقربهم بقى كان ليك اقربهم من يوسف فلاح بطل العالم وبطل البحرين. بطل البحرين وبطل العالم. تمام. نتمنى ان احنا نشوفك برضو بطل عالم بقى خلاص بقى، يعني انت بطوله سينا باذن الله. لا ما تهزرش، رايحين نذبح على طول مفيش هزار. عايز ارجع تاني لدكتور احمد. انا سمعت حاجه غريبه بس مش مصدق، مفيش اتحاد افريقي للعبه دي. احنا مصر بتتبع للاتحاد الاسيوي، معقوله؟ الحقيقه احنا بدانا البولينج سنه 97، ويمكن زي ما كابتن ايمن قال ان احنا كنا متاخرين شويه في اشهار الاتحاد المصري. يعني قطر والبحرين والكويت والامارات والسعوديه كانوا بادئين قبلينا في الستينات كاتحادات للبولينج. فالحمد لله احنا اشرنا الاتحاد، وكان لينا رياده ان احنا عملنا الاتحاد العربي هنا في مصر. يعني ما كانش فيه اتحاد عربي. مصر عمل اتحاد مصري وعمل اتحاد عربي. للاسف الشديد ان ما فيش اتحاد افريقي الى الان. طب ليه لا تنشأ او انتوا تطلعوا اتحاد افريقي زي ما مصر عملت كده في اتحاد كرة القدم هي ب5 دول وراحوا مطلعين؟ هو انت حضرتك عشان تشهر اتحاد افريقي لابد ان يكون هناك 7 اتحادات اهليه مشهره في الاتحاد الدولي عشان تقدر تقيم او تشهر اتحاد افريقي. طب شمال افريقيا ما فيهوش؟ هم في 3 4 بلاد اللي فيهم، في مصر وفي تونس وفي جنوب افريقيا وفي اثيوبيا، دول ال4 بلاد اللي فيهم اتحادات اهليه. فاحنا بنسعى جاهدين دلوقتي ان احنا نوجد 3 بلاد كمان عشان نقدر نشهر اتحاد افريقيا. عشان كده احنا موجودين في الزون الاسيوي، والحمد لله احنا عندنا كوادر موجوده من الاتحاد المصري بتمثلنا في الزون الاسيوي. يمكن عندنا الاستاذ فاروق هريدي 4 مرات متتاليه بيبقى عضو مكتب تنفيذي في الاتحاد الاسيوي، فلينا برضو عناصر من الاتحاد المصري موجوده في الاتحادات الدوليه. بسم الله ما شاء الله، يعني الكاس شكله حلو قوي، وكم الميداليات كمان متعلقه عليه يعني كتيره ما شاء الله، الله اكبر. عايزين نزيدهم كمان. عايزه بقى هتحسدوا ايمن بسم الله ما شاء الله. دي كاسات على فكره، دي ميداليات ايمن بس، يعني ده مش ميداليات الاتحاد ولا حاجه يعني جزء منها والله كمان. اظن انت لو ما جبتش سترايك تزعل، مش كده؟ هو اللي مش انا ما زعلش هو حسب الجيم نفسه. ممكن اكون محتاج الاسترايك ده قوي، ممكن اكون محتاج مثلا في حد مش محتاج سترايك؟ لا يعني ممكن العب محتاج الاسترايك ده قوي عشان اكسب حاجه. ما يوقفليش مثلا بين 7، ما يوقفليش بين 8، بين 9. ممكن اكون محتاج قوي لو جبت الاسترايك ده اكسب بطوله. وحصلت معايا كذا مره في بطولات جمهوريه، بطولات كاس مصر. السترايك بس عشان نفهم الساده المشاهدين هي انك توقع كل البنات اللي موجوده او توقع كل. لما ما بجيبش سترايك يا كابتن ايمن بزعل قوي. فانا يعني انا بحب قوي اشتغل ما بحبش السبير كمان، بحب السترايكس على طول. محسساني لعيبه قوي كذا مره بحب اغلب كابتن ايمن دلوقتي. انا كذا مره لما اتضايق واتنرفز مثلا ان الكوره دي ما كانش سترايك، اخش على البين اجليه من نرفزه. فانا بقيت احاول ابقى هادي وعادي. بين 7 وقف لي احله، بين 10 وقف لي احله. بس بتضايق اكتر قوي لما اكون محتاج الاسترايك ده ما يجيش، بيبقى خلاص بخسرني بطوله. بتضايق طيب انت قلت ده جزء من الميداليات مش كل الميداليات صح؟ تمام. طيب ايه بقى يعني اعز ميداليه عندك منهم انهي ميداليه؟ في 2004 كان في بطوله عربيه هنا، خدنا ذهب انا وكريم شريف وامجد مجدي وزياد. وفي 2006 لا في 2006 ما خدناش حاجه. لا في 2009 خدت ثالث فردي في البحرين بطوله عربيه برضو، وثالث فرق في البحرين برضو. تمام. دي حاجه هايله بسم الله ما شاء الله. طب نرجع تاني دكتور احمد. دكتور احمد احنا يعني هل مصر مصنفه دوليا؟ لينا تصنيف كده دولي زي في بعض اللعاب الفرديه زي السكواش مثلا. احنا نعرف برضو ان في بولينج فرق يعني لا ده انا سعيد جدا بسؤالك، لان جنب الكاس
يمكن في الكاس الثاني ده او ده دولفينز الاي بي اف تور او التصنيف الاسيوي. يعني ايمن لما كان في هو مش بطوله دولفين، سينا هو شبه الدولفين لا ده هو ما كسبش بطوله سينا بس، لا كسب بطوله التصنيف الاسيوي للبولينج اللي هي بتتعمل على هامش بطوله سينا. يعني الاتحاد الاسيوي محدد 10 بلاد بيتعمل فيها الطور الاسيوي او التصنيف الاسيوي عشان اللاعب يبقى ليه رانكينج في الاتحاد الاسيوي. فالحمد لله ربنا كرمنا وايمن طلع الاول على كل اللاعبين المشاركين في الطور الاسيوي، وان شاء الله يبقى ليه تصنيف. يعني ايمن كده يعتبر يعني على مشارف انه يبقى في التصنيف العالمي او الدولي الاسيوي. لا انا بتكلم بقى عالميا، هل في تصنيف عالمي؟ طبعا في تصنيف عالمي، واحنا اخبارنا بس إيه؟ بيتطلب ده بقى ان انت تشارك في بطولات عديده جدا عشان تقدر تحافظ على الريكورد بتاعك فيبقى ليك تصنيف دولي. صحيح. فاحنا كامكانات اتحاد برضو قدر الامكان. هي اللعبه مش منتشره الى حد كبير في مصر. لا انا عايز اقول لحضرتك في الحقيقه الحق يرجع لاصحابه، واحنا بنشكر القوات المسلحه لانها الحقيقه عملت 22 مركز بولينج منتشرين في جميع محافظات الجمهوريه. وهذه المراكز مش الحقيقه مش للعسكريين بس، دي متاحه للجمهور كله، للمدنيين والعسكريين وباسعار زهيده جدا. فمفتوحه، ودي دعوه من خلال منبر حضراتكم في قناه المحور العزيزه علينا. وفي اقبال بقى من الجمهور فعلا عليها. اكيد في اقبال اكيد. احنا شايفين ان حتى ذوي الاحتياجات لا انا عايز اقول لحضرتك ده تقليد اللي ظاهر على الشاشه، ده تقليد بيحرص الاتحاد المصري للبولينج على تنفيذه في كافه البطولات اللي بنظمها، ان احنا نكرم ابطال ومصابي العمليات الحربيه. تمام، يعني دول افراد قوات مسلحه مصابي العمليات الحربيه على العموم. تمام. يعني اللي كانوا في اي عمليات، لان طبعا انت عارف التدريب بيبقى فيه اصابات سواء كان في حرب تحرير الكويت او في غيره وفي غيره. صحيح. فدول ابطال مصر اللي ساهموا بشكل او باخر في عوده سيناء الى ارض الوطن، فبيعتبروا رمز للتضحيه ان هم ضحوا باجسادهم. اللعبه لعبه مكلفه مش لعبه رخيصه، يعني عشان الواحد يقدر يعمل لين ويبقى الحارات موجوده بطريقه كمان منظمه، علشان بعد الكوره انها ترجع تاني، ان البنات تقع وترجع تاني تتحط تترص مظبوط، ما بتبقاش بنات بتقع. مكلفه، بس في نفس الوقت من السهل انها تكون لعبه شعبيه، لانها لعبه فعلا مرحه جدا. ونقدر نقول يعني حتى الهواة لما بيلعبوا بيبقى فيها ضحك كتير، يعني ما بيبقاش الموضوع على اعصابهم قوي كده زي كابتن ايمن. تفتكر اول مره لعبت فيها بولينج كانت امتى، ومسكت الكوره ازاي ولعبتها ازاي؟ ساعتها كنت في نهاية البولينج، كنت رايح العب هوايه بالظبط. لعبت رميه 2. ساعتها كان مدير الصاله هو كابتن رشاد، ده اللي فضل كبير عليا من اول ما بدات. هو يعتبر هو اللي اسسني بولينج. لعبت، كنت بلعب هوايه، فقال لي تعالى انا شايف فيك حاجه كويسه. خدني وودانا. ساعتها كان هو مدير كابتن كان هو كابتن في اتحاد الشرطه. هو المدرب. خدني من كان فيك ستايل يعني هو يعني حب فيك ايه؟ طريقه رميتك للكوره؟ هو عامه اللعيبه الشمال في مصر قليلين، حوالي 4 أو 5 لعيبه اللي بيلعبوا بايدهم الشمال. بايدهم الشمال، فدي ميزه ان انا بلعب بايدي الشمال. فهو خدني من اتحاد الشرطه وداني المنتخب مصر، ولحد دلوقتي مع الدكتور وجدي يعني فارق معايا كتير قوي، والحمد لله كل شويه مستواي بيعلى. الحمد لله. كلمني على الصور اللي احنا شايفينها على الشاشه. ده دولار ده ولا ايه؟ ده اللي هو احمد نصر بيتوج ايمن هاشم وبيديله، طبعا دي علامه الدولار، فايمن خد فلوس مضروبه دي على فكره. ايمن ظبط في البطوله يعني. اخدت كام في البطوله دي؟ 7500. 7500 دولار ولا جنيه؟ 7500 دولار. والله كويس. طب رقم كويس برضه يا ابني، ما تقولش عشان ما تحسش. الاتحاد بيخش له فلوس ولا؟ عايز اقول لحضرتك حاجه، يمكن اكمل بس الجزئيه اللي ايمن اتكلم فيها، ان رياضه البولينج هي في الاساس ريكريشن، رياضه ترويحيه هايله جدا محببه الى النفس. احنا كاتحاد بنتابع كل صالات البولينج من خلال عيون لينا او كشافين. اللي بيتميز في الولاد اللي بيلعبوا سبورتس في الأور او رياضه للجميع، بناخدهم بنعمل لهم مراكز بولينج مجمعه من خلال الاتحاد، وبنبتدي نضمهم للمنتخبات الوطنيه، وبيبقوا خاضعين للرقابه الفنيه. طب منى فين بقى في الموضوع ده؟ لا ده منى كان المفروض تشوفها من زمان. انا جايه يا دكتور على فكره. طب دكتور، ايه الحاجات اللي ناقصه الرياضه دي، وان انت بتطالب بقى بيها تدخل بقى الحكومه ووزاره الشباب والرياضه ان هي تتدخل معاك علشان يعني ايه نتفاداها؟ الحقيقه احنا الدعم بتاع الاتحاد بيجي من وزاره الرياضه. طبعا دعم بسيط جدا لا يتجاوز 200,000 جنيه عشان ابعت 200,000 جنيه